السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين الحمد لله وتكونون بألف خير والصحة والسلامة. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد من بعد فيديو تعريف عن محتواي. اليوم طبعا فيديونا جاي نسوي عشاء. خليكم بالفيديو للأخير بمشاهدة ممتعة. طبعا حبايبي جاي نقطع البوتيتو. هسه خلصنا من البوتيتو، راح نبدأ نقطع بالباذنجان، كذلك هم نقطعها أصابع. كمل تقطيع الباذنجان ونرجع لكم. حبايبي رجعت لكم بعد ما قطعت الباذنجان. حطيت شوية زيت عليه. أنا حطيت شوية زيت عليه لأن عندي غلاية هوائية، اللي عندهم غلاية هوائية يحطون شوية زيت عليه. إذا تحبون أسوي لكم فيديو كامل أشرح لكم على الغلاية وشلون اشتريتها. حبايبي نضيف له رشة ملح وندخله على الغلاية الهوائية. حبايبي هسه أنا خلصنا ال10 دقايق. قلبيتهن شوية. من بعد ال10 دقايق إذا شفتوهن ما مستويات زودوهن 5 دقايق بين ما يتحمصن. درجة الحرارة مخليتها 190، أما التوقيت من الساعة خليتها 10 دقايق وبعدين قلبيتهن. إذا شفتن ما مستويات أزودهن 5 دقايق. حسان التوقيت أزوده بعد 5 دقايق بين ما يستوون أرجع لكم إن شاء الله. حبايبي حاليا طفى التوقيت، ما كذب عليكم زوديتن بعد 5 دقايق فوق ال5 دقايق من الساعة حطيتهن. حاليا استوى عندنا ندخل بعد البوتيتو. طبعا هسه راح احط البوتيتو وقته 10 دقائق. طبعا حطيت لها زيت شوية وملح مثل ما قلت لكم، نحطها 10 دقائق وبعدين نقلبها. هسه انا راح اسوي زراطة طرح وطماطة. نسويهن نرجع لكم. حبايبي هسه بدينا نسوي بالطماطة. حبايبي هاي الزراطة ثرمتها وهسه حطيلها ملح واحطها بالصحن. حبايبي خلص فيديونا لليوم، أتمنى ينال رضاكم وإعجابكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. إن شاء الله نشوفكم بالفيديو القادم.